السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة البفتيك من غير قلي، من غير ما نتبله ونركنه. هنعمله بطريقة سهلة وسريعة وطعمها خطير. معانا يا بنات نص كيلو من البفتيك، قطعناه نصين كده علشان كان ما شاء الله يعني كبير. هنبتدي نعمل ايه؟ البفتيك ده يا بنات مش متبل خالص. هنبتدي نحط ايه؟ معانا بصل حلقات، هنحط عليه ملح وفلفل اسود وسبع بهارات او البهارات السبعة، وكمان رشة بسيطة كده من البابريكا. زي ما قلنا قبل كده، التوابل دي بتاعتك انت، عايزة تحطي توابل تاني براحتك، مش حابة تضيفي غير الملح والفلفل الاسود برضو دي حاجة ترجع لك. الملح والفلفل ده يا بنات للوصفة كلها، يعني علشان بس ما حدش يقول ان الملح والفلفل او التوابل دي زيادة او كتير على البصل. تمام. تمام. هنبتدي كده ندعكها كده دعكة محترمة علشان ناخد منها احلى طعم، زي ما انتم شايفين كده عاملة ازاي. دلوقتي يا بنات هنبتدي نضيف عليها فلفل اخضر حلقات، وكمان طماطمية كده وسط، ممكن نقطعها كده زي الحلقات برضو. والتقطيعة برضو زي ما انتي حابة، لو عايزة تقطعيها زي السلطة براحتك. هنحط حوالي معلقتين من الخل بقى بيديها تسكيرة حلوة وطعم حلو، وفي نفس الوقت بيدبل الخضار وبيخلي ميتها تنزل. واحنا عايزين هنعتمد على مية الخضار يا بنات ان احنا نسوي بيها البفتيك بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده الخضار ابتدي خلاص ينزل ميته. وكمان الخل يا بنات بيساعد على سوى اللحمة بسرعة. هبتدي انزل بطاطس، انا بحب الوصفة دي بالبطاطس. ممكن تضيفي مع البطاطس بسلة، جزر، فاصوليا زي ما انتي حابة. وكمان ممكن تستغني عن اي خضار تماما، يعني تعمليها بالبصل والفلفل والطماطم، وكمان ممكن تستغني عن الطماطم وتنزلي اللحمة وتقلبيها وتفرديها في صينية في الفرن وتمام كده. انا حبيت اضيف لها قيمة غذائية بالبطاطس. البطاطس بقى لما تاخد من طعم التتبيلة بتاعة البصل والفلفل والتوابل، وطعم اللحمة برضو لما ينزل عليها طعمها بيبقى خطير. هبتدي اقلب اللحمة كده يا بنات، وكمان هحط حوالي معلقتين من الزيت. لو حابة الأكلة تبقى تقيلة شوية ممكن تحط لها معلقة من الدهنة أو اللي هي الضاني، أو تحط لها معلقة زبدة أو سمنة فلاحي. تمام. طبعا مش هركنها انا، يعني هتبلها على طول، هندخلها الفرن يعني. هجيب صينية كبيرة كده علشان تكفي الكمية بتاعتي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا بنات. الصينية دي بأمر الله يعني تكفي حوالي 4 أو 5 أفراد، يعني الأكل بتاعهم اللي هو الأكل المتوسط العادي. ممكن نعمل معاها بقى رز بشعرية، رز عادي، مكرونة. أنا عادي الولاد بياكلوها بالمكرونة. هنغطيها بالفويل لأن احنا مش عايزين نزود مية. لو نوع اللحمة بتاعك محتاج ان هو يتزود مية، هتزودي ربع كوباية بربع كوباية. احنا مش هنسلقها او مش عايزينها شوربة. تمام. ربع كوباية مية مغلية. تمام. هنحطها في فرن على درجة حرارة عالية جدا، حوالي 220 يا بنات. وهتشوفوا بصوا خطيرة، البطاطس مستوية وفي نفس الوقت مش مهرية، وكمان اللحمة برضو مستوية طبعا سخنة وطرية، مش ناشفة على فكرة خالص، مش ناشفة تماما. زي ما انتم شايفين كده طعمها عامل ازاي. انا في الاخر يا بنات حطيت ربع كوباية من المية المغلية علشان في اخر ربع ساعة خالص، عشان اخد منها صوص كده تحفة يتاكل مع الاكل. اتمنى تعجبك، والسلام عليكم.